والسلام على رسول الله وعلى المتبعين ليوم الدين. أما بعد، اليوم سوف نتطرق إلى المسابقة الوطنية للالتحاق برتبة مهندس دولة للإدارة الإقليمية والتسيير التقني والعمراني. في مادة الثقافة العامة، أولا المعامل 3. المدة 3. تواجه الجزائر كغيرها من الدول المجموعة من المخاطر الكبرى التي تهدد استقرارها الاجتماعي والبيئي، وتنوع هذه المخاطر بين الزلزال، فيضانات، حرائق الغابات، الجفاف، التصحر، والمخاطر الصناعية والبيئية، مما يستدعي تدمير سياسة وطنية شاملة للوقاية وتقليل من آثار الكوارث. السؤال الأول: ما هي أنواع المخاطر الكبرى التي تواجه الجزائر؟ تقدر تخرجها المستند. السؤال الثاني: ما هو سبب تكرار الزلازل في الجزائر؟ تشرح علميا. السؤال الثالث: ما هي أسباب الرئيسية لحرائق الغابات بالجزائر؟ كيف تؤثر الفيضانات المؤذية الجزائرية؟ ما هو دور الدولة في مواجهة هذه المخاطر؟ هذه بالنسبة سؤال الثقافة العامة. بالنسبة مدى التعمير، بالنسبة للالتحاق برتبة مهندس دولة إدارة إقليمية في التسيير التقني الحضاري. السؤال الأول: لماذا التعمير؟ التحليل الحضاري هو منهجية تهدف إلى دراسة عميقة لوظائف وهيكلة وديناميكية المدينة أو منتجع حضارية، ومن خلال هذه المرحلة يمكن تحديد الإشكاليات الحضارية الكبرى. ألف: ما هي أدوات التحليل الحضاري التي تحدد في تحديد مشكل نقص المساحات العامة والمساحات الكبرى في مدينة ما؟ السؤال الثاني: في عالم يزداد التعقيد في إدارة الأراضي واتخاذ القرارات، يعتبر نظام معلومات الجغرافية أداة لا غنى عنها، فهو يمكن من تجميع وتحليل وعرض البيانات المكانية، ويسهل عملية صنع القرارات وتبادل المعلومات بين مختلف الجهات الفاعلة، سواء كانت هيئات حكومية، جماعية، محلية، مهنية، ومواطنين، بفضل الوظائف المتعددة. يساعد النظام المعلومات الجغرافي على تحسين إدارة الأراضي وتعزيز أمن البيانات وتبسيط الوصول إلى المعلومات الأساسية، خاصة في مجال التخطيط العمراني. ألف: كيف يمكن نظام المعلومات الجغرافية أداة أساسية في إدارة وتحليل الأراضي؟ هذه تقدر تجاوب بالعربية ولا بالفرنسية كما تبغي. كذلك بالنسبة لي اختبار في موديل تاع تهيئة الإقليم. السؤال الأول: كيف يمكن تثمين الآليات والأدوات المتخصصة لتنمية مناطقنا المختلفة بهدف تحفيز نمو مستدام؟ اذكر استراتيجية وتدابير 9 لسياسة التهيئة الإقليمية. السؤال الثاني: تعد الهيئة التهيئة الإقليمية بالجزائر أداة استراتيجية تهدف إلى تحقيق التوازن بين أقاليم وضمان توزيع عقلاني وعادل للسكان والأنشطة والخدمات على مستوى التراب الوطني. ما المقصود بالتهيئة الإقليمية؟ وما الفرق بينها وبين التخطيط العمراني؟ ما هي أدوات القانون والتقنية المعتمدة بالتهيئة الإقليمية بالجزائر؟ ما هي أهم توجهات القانون 2001 مؤرخ 12 ديسمبر 2001 المتعلق بالتهيئة والتنمية المستدامة؟ السؤال ثالث: كيف تظهر التنمية الحضارية المستدامة لحي ما؟ لخص إجابتك في 10 نقاط. يعني إجابتكم بالعربية ولا بالفرنسية كما تقول انت؟ هم الأغلبية يجاوبوا بالعربية. هذه بالنسبة لاختبار اللغة الإنجليزية. كما تلاحظون أسئلة حول النص، فري فو، اختر من 3 إلى آخره. كذلك سؤال في مادة تهيئة الإقليم بالنسبة لدفعة 2018. تعتبر سياسة الدولة لتخطيط الإقليم أدوات التهيئة والتعمير الأساسية، وهي صرات ودوم. اشرح التوجهات الرئيسية لكل أداة. يعني اشرح المدن المتروبولية ظاهرة مرتبطة بعلوم الاقتصاد. اشرح أصل هذه العلاقة بتنوع العواقب على تنمية المدن الإقليم. ما هي أدوات تخطيط الإقليم ومستوى تدخلاتها؟ ما الذي يقترحه المخطط الوطني لتهيئة الإقليم والصناعة حماية الإقليم من خطر الكبرى؟ شكل 4 محاور رئيسية لتشكيل هيكل المخطط الوطني لتهيئة الإقليم واستجابة لمتطلبات تنمية الإقليم الوطني. ما هي هذه المحاور؟ تطرق لها. أسئلة كاين بالعربية وبالفرنسية. بالنسبة لي الاختبار في الطرقات والشبكة المختلفة. احسب مثلث الرؤية في تقاطع الطريق أولي مع طريق ثانوي. ما هي أنظمة الصرف الصحي في المدينة؟ ما هي مهام الإدارة والتقنية المشرفة على أشغال الطرق والشبكات المختلفة لديها وسائل الإنجاز؟ كيف كلفت بتنفيذ أشغال في طرق عمومية حضرها قبل أي تدخل؟ ما إجراءات اللي يجب اتخاذه؟ ما هي مختلف أنواع الخطوط الكهربائية اللي تشكل الشبكة الكهربائية العمومية؟
كذلك سؤال في الثقافة العامة: قد أولى مشروع أهمية كبيرة مكافحة الفساد الإداري بسياسته الجنائية، وذلك بتجريم غالبية صورة المظاهر التي تشكل تهديدا كبيرا على السير وعمل الإدارة العامة، وذلك بموجب قانون رقم 0601 المؤرخ في 20 فبراير سنة 2006 المعدل المنتظم من قانون الوقاية من الفساد المكافحة. ما هو هدف هذا القانون؟ ما هي أصناف جرائم الفساد التي حدثت؟ ما هي تضارب الوقاية في القطاع العام المتعلق بالتضريب؟ ما هي تضارب الوقاية في القطاع العام المتعلقة بإبرام الصفقات العموم؟ كيف يتم تشجيع مشاركة المجتمع المدني في الوقاية من الفساد والمكافحة؟ ما هي حالة الرشوة الموظفين العموميين إذا اعتبرنا أن المدينة هي نظام؟ فما هي أنظمة الفرعية؟ من هم فاعلين يدخل مشروع الحضاري؟ وما هو الفاعل التي غالبا ما يتم تهميشه؟ ما هو تصوير المدينة الذكية في الجزائر لتحقيق النجاح في دمج مشروع الإنجاز المحيطي الطبيعي؟ ما هو البحث الذي يجب نختاره في تحليلنا؟ وما هي العناصر التي يجب أخذها بعين الاعتبار وفحصها؟ اختار مفهوم الحركة الإيكولوجية والحركة المستدامة. مفهوم حديث نشأة بعد أزمات الطاقة وارتفاع درجة الحرارة على الأرض، ومن أهم قضايا التنمية المستدامة. نشرح هذا النوع من الحركية. كذلك كاين الفرنسية والعربية. الفرنسية والعربية تختار كل أسئلة حول النص إلى آخره. كما تلاحظون بالنسبة للجماعة العلوم الطبيعية كذلك كما تلاحظون الأسئلة. مثلا سؤال في الثقافة عامة: في النموذج 2023 أصبح الحفاظ على البيئة والصحة العمومية من أول الانشغالات التي مستوى العالم. في الجزائر كدولة غنية بمواردها الطبيعية وتنوعها البيولوجي تولي اهتماما كبيرا لحماية البيئة ورفاهية مواطنيها. في هذا الإطار تلعب السلطات المحلية دور أساسي في تنفيذ تدابير ملموسة للحفاظ على النظام البيئي عدد من جهة، وتعزيز التنمية المستدامة وزيادة وعي المواطن بقضايا البيئة من جهة أخرى. كما يعتبر العلاقة بين الجماعة المحلية وحماية البيئة بالجزائر هاما جدا باعتباره ركيزة إدارة فعالة مستدامة للموارد الطبيعية المستوى المحلي. ما نعني بالسلطات المحلية؟ ما هو دور السلطات المحلية في حماية البيئة والصحة العامة؟ ما هي مبادرات البيئة التي تتخذها السلطات المحلية في الجزائر تعزيز التنمية المستدامة؟ كيف تشجع السلطات المحلية في الجزائر النوعية المساهمة المواطنين في الحفاظ على البيئة؟ يعني أسئلة نوم أجيكتيف فيرب إلى آخره. بالنسبة كما تلاحظون بالنسبة لمادة الكيمياء، بالنسبة لرتبة مفتش رئيسي للنظافة وثقافة النقاوة العمومية. السؤال الأول: سمي المركبات التالية وفقا لقواعد إيباك. يعني هذا كما تشوف. السؤال الثاني: نعتبر محلول مائي A لحمض الهيدروليك بتركيز CA0.2 ومحلول مائي B من الأمونيوم NH3 بتركيز M0.01. نعطي بك قوس NH4 بليس على NH3. أحسب الرقم الهيدرولوجي pH للمحلول. أحسب الرقم الهيدرولوجي pH للمحلول B. أخلط 1 لتر من محلول ألف و و1 لتر من محلول B. ما هي المعادلة الناتجة؟ أحسب الرقم الهيدرولوجي pH للخليط النهائي. السؤال الثالث: هل يمكن ارتقاء المستوى الرابع المستوى الثاني ذرة الهيدرولوجي جين عن طريق انبعاث وامتصاص الفوتون؟ ما هي طاقة الفوتون الممتص المبعثر عندما تكون ذرة الهيدروجين في الحالة الأرضية؟ ما هو أطول طول موجي لإشعاع يمكن امتصاصه؟ أي نطاق طيفي الإشعاع فوق البنفسجية المرئية؟ أشعة تحت الحمراء ينتمي هذا الطول الموجي. يتم إرسال طاقات إلى ذرات هيدروجين في الحالة الحالية وإف 8.2 وإف 10.2 وإف 13.6 وفي 14.6. ما هي الطاقات الممكن امتصاصها؟ قرر ذلك حديث الحالة النهائي لنظام المؤوئين. السؤال الرابع: احسب المحتوى الحراري القياسي دلتا RH عند 298 كالفن من تفاعل تحليل إلى آخره. هل هذا التفاعل ماضي للحرارة أم طارئ الحرارة؟ يعني أسئلة متعلقة بالمادة كما تلاحظون. تكون أسئلة كذلك. هذه أسئلة كل ما يتعلق. لمزيد من المعلومات لا تنسوا الاشتراك في قناتنا ناشر العلم والمعرفة. ليس لكم الجديد.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.